السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ معايا احدث ملف قنوات للقمر الصناعي النايل سات للاصدار الموجود معايا ده اللي ظاهر على الشاشه، اللي هو الصن بلس 1506 تي في 8 ميجا ولا 4 ميجا. تمام. موجود او لجميع ريسيفرات الصن بلس الموجوده معانا. تعال اقول لك طريقه الحصول على الملف الاول قبل ما نبدا حلقتنا، او اعرفك طريقه تنزيل. طريقه الحصول على الملف هتلاقي عندك في صندوق الوصف رابط الواتس. ادخل راسلني وان شاء الله ابعت لي الاصدار والنسخه، اللي هي الاصدار والنسخه الموجوده الشبه ديت. ابعت لي الاصدار والنسخه ديت عشان اعرف بس الريسيفر موجود بتاعك، وان شاء الله انا هبعت لك الملف في اقرب فرصه ان شاء الله تعالى. طيب ندخل كده بقى على ازاي نحدث. هنخش كده على كلمه التحديث، كده تحديث اوكي. ندخل على البطاقة او اليو اس بي. تمام. وادي الملفات بتاعتنا اللي بتاعت شهر يناير 2023. وادي يا شباب الملف الموجود معايا. الملفات دي كلها ان شاء الله انا هعمل عليها فيديوهات، يعني تابع القناة عشان يوصلك منا الاشعارات الجديدة والفيديوهات الجديدة اللي احنا بنقدمها لحضرتك. طيب نخش بس كده على السان بلس، وعندنا الدي كي اهوت. هندخل كده على النايل سات اسلامي اوكي، وندخل بصيغة الدي بي. كده الريسيفر بيبدأ يراستر او بينزل الملف ويبدأ يراستر معانا مرة تانية. وادي يا شباب الملف موجود معايا بخط عريض زي ما انت شايف، كل القنوات موجودة معايا، حتى قناة الساعة وقناة ابل هوريها لك برضو. ابل اليوم اهيت، والساعة حكايات. الملف موجود عليه كل حاجة، بس انت يا دوبك هتضغط بس على رابط الواتس الموجود في الوصف. هتبدأ تبعت لي الإصدار والنسخة، وأنا إن شاء الله هبعت لك الملف في أقرب فرصة. شكرا لك على المشاهدة، ويا ريت تشترك معايا في القناة وتفعل لنا زر الجرس على كلمة كل، واللايك الجميل بتاعك عشان يوصلك منا الإشعارات الجديدة. شكرا لك على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.